السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا بخير ومرحبا بكم في مطبخ ميري. اليوم بإذن الله راح نحضر معاكم كسرة محشية بعجينة سهلة وحشوة أكتر من رائعة، وراح نشارك معاكم أيضا كيف تطيبوها وما تتفتحش معاكم والسر الإحمرار تاعها. ماذا بيكم تتبعوا كامل الخطوات بتنجح معاكم، وخليكم مع المقادير وكيفية التحضير ومشاهدة ممتعة للجميع. قبل ما نبداو متنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله بالحشو. في مقلاة نحطو حبة بصل كبيرة مرابية، 3 ملاعق كبار زيت الزيتون، تقدروا تستعملوا زيت عادي. نغطيو المقلاة ونخليو البصل يتقلى على نار هادئة. بعد ما تقلى البصل نضيفو كمية من اللحم المفروم. بالنسبة للحشو اختياري، كل واحدة وش تحب تضيف. تقدري تضيفي سكالوب مرحي، ولا بعد ما تطيب تضيفي طون ولا سردين، يعني كل واحد وش يحب. ونضيف ايضا طماطم منزلية اللي كنت خدمتها معاكم مسبقا، وملح ورشة فلفل اسود. نحرك المكونات ونغطي المقلاة ونخليها تطيب على نار متوسطة. وبعد ما تطيب نطفي عليها ونخليها جانبا تبرد. ونمر لطريقة تحضير العجينة. نحتاج فيها كأسين فرينة، سعة الكاس المستعمل 220 مليلتر، وكاس سميد أرطب نفس الكأس المستعمل، وملعقة صغيرة ممسوحة ملح، وملعقة صغيرة ممسوحة خميرة الخبز ما نكتروش باه ما تجيناش معجنة، وملعقة كبيرة سكر ليخلي العجينة تتحمر، وملعقة صغيرة خميرة الحلوى باه تجينا خفيفة وهشيشة. نخلط المكونات الجافة مع بعض، بعد نضيف نصف كأس زيت ونبسسها مليح بهذه الطريقة، ونلم العجينة بالحليب الدافئ. هاد العجينة خدات لي كاس إلا ربع حليب. بالنسبة لكمية الحليب تختلف حسب نوعية الفرينة والسميد، قادرين نوصلوا حتى الكاس حليب. بعد ما لميت العجينة ندلكها حوالي 5 دقائق ونغطيها بكيس غذائي ونخليها ترتاح حوالي 10 دقائق. بعد ما ارتاحت العجينة نقسمها إلى 4 أقسام، 2 كويرات صغار و2 كويرات أكبر منهم نوعا ما. ندير الكويرات بهذه الطريقة. هذه الكمية دارت لي 2 خبزات كبار، اللي تحبهم صغار تقدر تدير من 4 ل5 حبات. بعد ما كورتهم كامل نغطيهم بكيس غذائي ونبدأ نطرح فيهم. نحط الكويرة ونطرحها. تقدروا تقصوا ورق الطهي على شكل دائرة وتطرحوا عليه. العجينة لازم نطرحوها رقيقة باه الكسرة ما تجيناش خشينة. ونجيبوا الحشو ونحطوه على العجينة. الحشو تاعنا لازم يكون بارد. وبالنسبة لمكونات الحشو اختيارية، كل واحدة وش تحب. تقدر تضيفي سكالوب مرحي، ولا بعد ما تطيب الحشو تضيفي طون ولا سردين، يعني كل واحد وطريقته وذوقه. في هذا الوقت حطيت الطاجين يسخن. الحشو ما نوصلوش للأطراف باه ما يخرجش. بالطريقة هذه وزعته كامل، وزدت حطيت قطع جبن، قادرين تضيفوا جبن مبشور، والأطراف نديرو لهم كمية من الماء باه ما تفتحش معانا العجينة كي طيب. نحطو الطبقة الثانية كما قلت لكم، الاولى نديروها كبيرة والثانية اصغر منها، ونغلق العجينة بهذه الطريقة ولازم نضغطو عليها. نضغط مليح على العجينة ونثقبها بعود ثقاب باه نخرج منها كامل الهواء، ونحطها في الطاجين اللي كنت شعلته مسبقا. خليه على نار متوسطة ونرش الطاجين بالقليل من الزيت. نحط الخبزة تاعنا ونزيد نثقبها على الوجه الآخر وندوروها بهذه الطريقة
ونضغطوا عليها. نقلبها على الوجه الآخر ونفس الشيء نحركها ونضغط عليها بيتحمر كامل الوجه كيف. راح نكمل نطيبها ونشوفوها في صحن التقديم إن شاء الله. وصفتنا اليوم راهي واجدة معانا، كسرة محشية رائعة، الوجه تحمر كامل كيف ومبسة وما تفتحتش معانا على الجوانب. وصفة صيفية من أروع ما يكون، إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم وتخليوا لنا آراءكم في التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.